السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع أول درس في منهج التاريخ واللي بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين، وموعدنا مع أسئلة القمة. ويلا بينا. طبعا أسئلة مستوى القمة اللي في صفحة 141. أول السؤال طبعا اختر إجابة صحيحة من بين الاختيارات ألف وباء وجيم ودال. رقم 1، تغير تبعية مصر السياسية بعد معركة. طبعا تبعية مصر السياسية اتغيرت بعد معركة جبل جلدران ولا مرجدابق، الريدانية، ديو البحرية. أكيد طبعا معركة الريدانية 1517 بعد ما انتصر العثمانيين وأصبحت تبعية مصر إلى العثمانيين، فنختار رقم جيم. السؤال الثاني، تميزت الأوضاع الاجتماعية في مصر أثناء الحكم العثماني أول شيء الأرستقراطية أم المساواة، المواطنة أم الطبقية؟ طبعا الوضع الاجتماعي أثناء الحكم العثماني كان وضع طبقي، إن كان فيه طبقات، طبقة حاكمة طبقة محكومة، فهنختار اختيار رقم د وهو الطبقية. رقم 3، زادت سلطة السلطان سليم الأول الدينية خاصة بعد سيطرته على، يا ترى سلطة سليم الأول زادت بعد سيطرته على مصر ولا الشام ولا سيطرته على العراق أم الحجاز؟ طبعا السلطة الدينية بسيطرته على الحجاز يعني مكة والمدينة، فهي منطقة ذات أهمية دينية، فده السلطة الدينية زادت بعد سيطرته على الحجاز. رقم 4، استعان بهم السلطان العثماني في تولي شؤون الإدارة المحلية في مصر. مين اللي استعان بهم في الإدارة المحلية؟ الأقاليم. يا ترى الأتراك ولا المصريون ولا المماليك ولا الشراكسة؟ طبعا اللي استعان بهم السلطان العثماني هم المماليك اللي تولوا شؤون الأقاليم. رئيس السلطة التنفيذية في مصر زمن الحكم العثماني يتمثل في منصب السلطة التنفيذية، تنفيذ القرارات، يا ترى واحد الباشا ولا ديوان القاهرة، حاكمة العسكرية أم حكام الأقاليم؟ طبعا هيكون الوالي أو الباشا، رقم ألف. السؤال السادس، الطبقة الاجتماعية التي كانت تضم أصحاب المكانة المرموقة وبين قوسين أيدي العلماء في المجتمع المصري زمن الحكم العثماني هي الطبقة، يا طبعا احنا عارفين ان العلماء كانوا من ضمن الطبقة الوسطى، فهي طبعا ايه الحاكمة ولا الوسطى ولا الدنيا ولا الطبقة الأرستقراطية؟ لا طبعا هي الطبقة الوسطى. السؤال السابع، كانت الصناعة في مصر رديئة في بداية الحكم العثماني، يرجع ذلك في المقام الأول إلى، يا ترى سبب رداءة الصناعة سياسة العزلة ولا هجرة الصناع ولا كثرة الضرائب ولا كثرة الاستيراد؟ طبعا هو قال لي ترحيل أو الصناع المهرة إلى الأستانة والكلام ده، فطبعا هجرة الصناع أو يعني عملية تهجير الصناع بقى بمعنى أصح، يبقى رقم ب. السؤال الثامن، كان سببا مشتركا في تدهور الصناعة والتجارة في مصر أثناء الحكم العثماني. شيء هيكون سبب مشترك بين الصناعة وبين التجارة طبعا أثناء الحكم العثماني، يا ترى تعسف الملتزمين ولا تدهور الزراعة ولا إهمال الطرق ولا الكشوف الجغرافية؟ طالما الزراعة اتدهورت تبعتها الصناعة بالتدهور وكمان التجارة، فهي الأساس تدهور الزراعي. هنختار رقم ب. السؤال التاسع، قرر السلطان الغوري مواجهة العثمانيين بعد استيلائهم على، رقم 1 بلاد الشام ولا فلسطين ولا إمارة ذي القادر أم مصر؟ طبعا هيواجههم السلطان الغوري بعد استيلائهم على إمارة ذي القادر، رقم ج. بعد كده جاي بيقول لي حدد العلاقة بين نظام الالتزام وأحوال الزراعة في مصر تحت الحكم العثماني. طبعا نظام الالتزام وشدة الملتزمين في جمع الضرائب وجمع الأموال كانت سبب من أسباب تدهور الزراعة في مصر، فهنقول له كده بالظبط. طبعا سؤال ما العلاقة من أسهل الأسئلة، يعني مفيش فيه أي تعقيد خالص، والمفترض إن أنا هجيب كلمتين في جملة مفيدة والعلاقة اللي بينهم، فأقول له كان ظلم وتعسف الملتزمين أثناء نظام الالتزام في جمع الضرائب سببا من أسباب تدهور الزراعة في مصر تحت الحكم العثماني، فمن أسباب أن الزراعة اتدهورت في مصر في الحكم العثماني كان ظلم الملتزمين في جمع الضرائب أثناء نظام الالتزام. السؤال الثاني بيقول لي برضو العلاقة تفوق أوروبا حضاريا وعسكريا على العثمانيين وحروب العثمانيين في الشرق، إيه العلاقة بين العاملين دول أو العنصرين دول؟
فهنقول له نتيجة تفوق أوروبا حضاريا وعسكريا على العثمانيين جعل السلطان سليم الأول يتجه للشرق بدلا من دول أوروبا، ده سبب اتجاهه للشرق بدل من اتجاهه جهة الغرب. وبكده يكون انتهينا من الدرس الأول في التاريخ. أتمنى أن يكون يعني حاز على إعجابكم. لو كان طبعا يعني استفدتوا منه ما تبخلوش علينا بالشير ولايك، ونتقابل إن شاء الله في درس قادم. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.